قمنا به أمام الرأي العام هذا واجب في إطار التزام الحكومة وجميع القطاعات الحكومية التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه، وبدءا بطبيعة الحال من المؤسسة التشريعية مرورا بكل المؤسسات وانتهاء بالمواطن العادي الذي يجب أن يكون متواصلا مع الحكومة، والذي في نهاية المطاف هو الهدف من كل هذه الإصلاحات وكل هذه الأعمال التي نقوم بها. ألخص هذه الحصيلة هو الاستمرار في الأوراش الكبرى مع نوع من التجديد في المقاربة. ثانيا تنويع الشركاء الوطنيين والدوليين. ثالثا إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وللشركات الوطنية من خلال إقرار مبدأ الأفضلية الوطنية، واللي كان عنده واحد الأثر كبير جدا على مردودية الشركات الوطنية. ثم أيضا أن التوازن بين المشاريع ذات الطابع هيكلي والكبرى كالموانئ والمطارات وطرق السيارة والقطار الفائق السرعة إلى غير ذلك، مع المشاريع التي لها طابع اجتماعي كالطرق في العالم القروي أو صيانة هذه الطرق. أيضا هذه السنة عرفت إطلاق أوراش إصلاحية كبيرة جدا، بدءا بمقالع المقاليع، ثم أيضا إصلاح منظومة النقل والاستمرار في عملية الإصلاح ديال النقل ديال البضائع، البدء في إعادة هيكلة القطاع ديال النقل الجوي، أيضا إطلاق ديناميكية جديدة فيما يتعلق بإصلاح قطاع ديال النقل البحري، ثم فتحنا ورش كبير جدا فيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية وإعداد عقد برنامج جديد بين الوزارة والأشغال العمومية. أضف إلى ذلك أنه الوزارة عرفت دبلوماسية اقتصادية نوعية، كان هناك تواصل مستمر مع كثير من السفراء، مع كثير من الدول، وأمضينا كثير من الاتفاقيات والتقينا مع كثير من الشركات الدولية، وتم التوافق على إمكانية التعاون بين المغرب وهذه الأطراف التي التقينا بها. ولذلك يمكن أن أقول أنه إجمالا سنة 2012 كانت جيدة، وكانت أيضا مناسبة لكي أكتشف أن هذا القطاع فيه طاقات كبيرة جدا وكفاءات عالية، ثم عليه انتظارات كبيرة نظرا لأنه قطاع يتعلق بكل ما يرتبط بالمواطن من بنية تحتية ومن خدمات النقل. يمكن أن أقول هذا من القطاعات الذي حظي باهتمام كبير جدا. بنينا هذا الإصلاح على المقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين، بدءا بالوزارات أو القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية، ثم مرورا بالمهنيين، وانتهاء بعرض هذه المقاربة أمام كثير من الفاعلين بما فيهم ممثل للفروق البرلمانية. اليوم مشروع أرسل إلى أمام الحكومة بكل تفاصيله. يهدف هذا المشروع إجمالا أن المقالع هي ثروة وطنية، ثروة وطنية، وبالتالي يجب أن يحكمها منطق الانفتاح والتحرير وليس منطق الاحتكار. ثم أيضا يجب أن يحكمها منطق خلق القيمة المضافة، وبالتالي الآن أطلقنا ديناميكية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المرتبطة بمواد البناء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. ثم أنه في هذا المشروع ديال القانون أو في الترسانة والإطار الذي أعددناه حاولنا ما أمكن أن نحرص على المقاربة البيئية والصحية، لأنه هي مقالع مفيدة للبنية التحتية ولكنها قد تكون مضرة للبيئة وللصحة، وبالتالي هناك عقوبات ومراقبة كبيرة جدا في هذا المجال. ثم أيضا فيما يتعلق بالعائد المالي، لا بالنسبة لخزينة الدولة ولا بالنسبة للجماعات المحلية، فيمكن أن أقول ببساطة أنه بسطنا المساطير، حررنا هذا القطاع، ثم أيضا خلقنا نوع من الديناميكية فيما يتعلق بتثمين هذه الثروة الوطنية كبيرة جدا. فبالتالي هذه الثروة ملك للشعب المغربي، يجب أن يحكمها منطق يكون فيه الجميع سواسية، ومن يريد أن يستثمر لا بد أن يشجع في هذا المجال. وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن هذا القانون، مشروع القانون، أن يمر إن شاء الله في البرلمان هذه السنة لكي ندخل في ديناميكية جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أضف إلى ذلك هو أننا نشتغل على مستوى الملك العمومي. إن الآن نحن قمنا خلال سنة 2012 وما زال شغالين فيه أن نقوم بعملية إحصاء كل الملك العمومي، كان الطرقي أو المينائي أو المطاري أو البحري أو السككي إلى غير ذلك، حتى يكون عندنا ما نملكه.
يعني ما نملكه عندنا، لأنه عندما يضبط العقار العمومي وعندما يضبط الملك العمومي يمكن أن تتفاوض على مستوى الاستثمارات. فنقوم بعملية جرد الملك العمومي البحري، ووجدنا أن هناك تجاوزات كبيرة جدا، بل حتى الأرضية القانونية هي أرضية قديمة فلا بد أن تعدل، ونحن نعد بعض المقترحات في تعديل يعني الظهير المرتبط بالملك العمومي البحري. ثم أيضا أطلقنا الآن دراسة، وإن شاء الله يعني قريبا غادي نوضحوا فيها مع الشركاء ديالنا كيفية تثمين هذا الملك العمومي البحري، ما هي الاستراتيجية ديال التثمين وتنظيم وتأطير ومراقبة الملك العمومي البحري لكي يكون رافعة للاقتصاد الوطني من خلال يعني ما نحتاجه في مجال ديال السياحة المطلة على السياحة البحرية أو السياحة الشاطئية، فيما يتعلق أيضا على مستوى الإنتاج السمكي وخاصة تربية الأسماك، فيما يتعلق أيضا بأماكن الترفيه بالنسبة للمواطنين والشباب والرياضة والتي تحتاج إلى أماكن مطلة على البحر، أو فيما يتعلق بتثمين المواد الموجودة على مستوى الملك العمومي البحري. ثم أيضا ما هي المجالات التي يجب أن تحمى، التي لا يجب أن تمس يعني من محميات، سواء تعلقت الأمر بمحميات نباتية ومحميات من نوع آخر. فبالتالي ستكون عندنا هذه الرؤية في إطار أيضا المقاربة التي أعدتها الحكومة فيما يتعلق بحماية الساحل، يعني حماية الساحل. فإذا نحن الآن في مرحلة من مراحل إعداد هذا التصور الشامل وتفاصيله وبرامجه، والذي سيكون له وقع كبير جدا على كيفية تدبير الملك العام. أولا يجب أن يكون هناك وضوح، وأنا أعتقد أن السيد وزير الاقتصاد والمالية أو السيد وزير الميزانية وضحوا بما يكفي هذا الموضوع. لكن خلينا نكون صرحاء أنه هذه الحكومة لها من الشجاعة ومن الجرأة أن تتخذ القرار في لحظة الرخاء وفي لحظة الشدة، قرارات لأنه لا يجب أن نراعي فقط للجانب الانتخابي كما يتصور البعض، يجب أن نراعي مصلحة البلاد. اليوم نظرا مع الأسف الشديد تغير صرف الأسعار ديال يعني أسعار العملات، وخاصة الدولار الذي نشتري به أغلب المواد في الخارج وخاصة المواد الطاقية، نظرا لكلفة المحروقات ونظرا أيضا لما يحتاجه صندوق المقاصة، لأنه وصلنا إلى حوالي يعني إلى 55 أعتقد أو 52 مليار درهم. فبالتالي هذا كله جعلنا أنه لابد أن نتخذ قرارا، فإما أن نتخذ قرار في اتجاه يعني ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي الذهاب إلى تقليص من دعم المواد الأساسية اللي كتمشي عند عموم المواطنين، أو تقليص من الصناديق ذات الطابع الاجتماعي أو إيقافها فيما يتعلق بالأسرة المعوزة أو المرأة الأرملة أو المطلقة، أو بالنسبة للتمدرس، أو بالنسبة للمنحة في الجامعة ما مشيناش، أو بالنسبة للتقليص مما يتعلق بالصحة وبالتعليم. فما بغيناش نمشيو لهذه الجوانب التي لها ارتباط بالمواطن، هذا سيخضع لنقاش عام حتى لا تضر القدرة الشرائية للمواطنين. فمشينا للجانب ديال الاستثمار الذي ليس له أثر مباشر، لكن حتى في جانب ديال الاستثمار هناك من لم يفهم هذا القرار، وهو مشينا ما يسمى إجمالا ما هي الاعتمادات المرحلة أو التي لا يمكن أن تنجز في 2013 حتى يكون الأمر واضح. أما يعني كل البرامج التي كانت مقررة، كل المشاريع التي انطلقت، كل الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها، كل الشراكات التي أمضتها، كل المشاريع التي التزمت بها، يعني فهي إن شاء الله ستنجز، وخاصة في قطاع النقل والتجهيز. لكن ثبت أنه خلال 5 سنوات أو زيادة هناك ترحيل واحد العدد ديال الاعتمادات التي لم ويمكن أن تؤجل أو تبرمج يعني في السنوات المقبلة. ولذلك يعني خليني نقول لك مثلا على مستوى القطاع نحن عندنا استثمار قد يصل إلى حوالي 28 مليار ديال الدرهم، فبالتالي لم تمس استثمارات المؤسسات العمومية بالسكك الحديدية، يعني السكك الحديدية أو المطارات أو الموانئ أو اللوجستيك أو غيرها من المؤسسات العمومية اللي كتوصل ما يقارب من 22 مليار ديال الدرهم. بل مشينا فقط الميزانية المرتبطة بالوزارة اللي هي حوالي 5 يعني أو قل حوالي 6 باش ما ندخلوش في التفاصيل ديال الأرقام، 6 ملايير ديال الدرهم. منها يعني التزمنا بأنه حوالي 1.7 أنه يمكن أن لا تبرمج هذه السنة، وبطبيعة الحال سنرى البرامج بالنسبة للسنوات المقبلة. فبالتالي لن يكون هناك أثر بطبيعة الحال على الشركات الوطنية ولا على المشاريع
ولا على الجدولة الزمنية يعني لهذه المشاريع. كل التزامات اللي التزمنا مع المواطنين أو التزمنا مع الجماعات المحلية أو التزمنا مع الشركاء أو التزمنا مع الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع المهيكلة سنقوم إن شاء الله بإنجازها، وسيعلن عن الكثير منها الانطلاق ديالها هذه السنة.